حقق المنتخب المغربي فوزا مهما على منتخب باراغواي بنتيجة 2-1 في مباراة ودية قوية ضمن استعدادات أسود الأطلس لكأس العالم 2026. المباراة بدأت بإيقاع متوسط في الشوط الأول، حيث عانى المنتخب المغربي من قلة الفعالية الهجومية رغم بعض المحاولات، بينما شكل منتخب باراغواي خطورة في بعض اللحظات. لكن مع بداية الشوط الثاني تغير كل شيء. في الدقيقة 48 افتتح بلال الخنوسي التسجيل بعد تمريرة رائعة من أشرف حكيمي، وبعدها ب5 دقائق فقط عاد العيناوي ليضيف الهدف الثاني بنفس الطريقة تقريبا، مستفيدا من عرضية دقيقة جديدة من حكيمي. المنتخب المغربي سيطر على مجريات اللقاء بعد الهدفين، وقدم أداء جماعيا مميزا، خاصة من العناصر الشابة التي منحها المدرب محمد وهبي الفرصة لإثبات نفسها. وفي الدقائق الأخيرة حاول منتخب باراغواي العودة، ونجح في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 88، لكن ذلك لم يكن كافيا لتغيير نتيجة المباراة. بهذا الفوز يحقق المنتخب المغربي أول انتصار له مع المدرب محمد وهبي، ويبعث رسالة قوية قبل الاستحقاقات القادمة. أداء مقنع، نجوم شابة تتألق، ومستقبل واعد لأسود الأطلس. ما رأيك في أداء المنتخب المغربي اليوم؟